النادي الأهلي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بالسيد هان موريتس سفير هولندا في جمهورية مصر العربية. بنرحب بالدكتور محمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أمستردام كلينيك. وبرضه التحية لجميع السادة الحضور، السادة الإعلاميين والمصورين، وكمان السادة اللي أنا شايف بقيادات من النادي الأهلي في كل قطاعات الناشئين لكل الألعاب موجودين. ده أمر مهم، أعتقد إن ده هيسمع كويس بالنسبة للمشروع اللي احنا في صدد ان احنا نتكلم عليه النهارده. احنا بنبقى دايما فخورين بدور النادي الاهلي في خدمة بلده وخدمة الرياضة بحجم وقيمة وشعبية الاهلي الكبيرة تجاه بلده وشباب بلده والنشء الصغير اللي احنا مستهدفين ازاي يكون الناشئ دوت ان شاء الله يقدم لنا ابطال على مستوى عالي باذن الله. طبعا ممارسه الرياضه وتوسيع قاعده الممارسه سواء على سبيل الهوايه او الاحتراف ده شيء جيد جدا وكل الناس مهتميه بيه، شعبنا واولادنا واهالينا كلهم مهتمين بممارسه الرياضه وازاي الرياضه دي تكون عنصر اساسي في نشء اولادنا واطفالنا. في مصر وكمان دوره مؤثر في دعم ومساندة الفرق القومية في كثير من الألعاب. النادي الأهلي بيمثل نسبة كبيرة جدا لكل المنتخبات القومية في كل الألعاب. من خلال الدور دوت احنا ازاي نتطور وازاي احنا نقدم ما هو أفضل إن شاء الله. احنا النهاردة مش بنتكلم بس عن الدور اللي بيقوم بيه النادي الأهلي من أكتر من 115 سنة. احنا هنتكلم ازاي النادي الاهلي بيفكر وبيسعى باستمرار انه يعظم هذا الدور، ده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي، ويكون دور يليق. كانت هذه اللعبه على اسس علميه صحيحه، اي واحد بيلعب اي لعبه يعني، هل اتبنت على اسس علميه صحيحه ولا لا؟ ده الشيء اللي احنا بنسعى ليه وبنتكلم فيه النهارده ونتكلم عنه النهارده. احنا في النادي الاهلي مش باصين بس لبكره او بعده، لا احنا النادي الاهلي دايما باصين لابعد من كده بكتير جدا، للمستقبل اللي جاي. وبالتاكيد مفيش متابع للرياضه في العالم يختلف على نجاح التجربه الهولنديه في اوروبا، خاصه في صناعه الابطال الرياضيين اللي بيحققوا انجازات وميداليات، بالرغم ان هولندا في حدود معلوماتي عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة، لكن تلاقيها دايما من العشرة الأوائل في الدورات الأولمبية. علشان كده احنا درسنا المشروع ووافقنا على بدايته الفعلية في أول الشهر. هيكون على أسس علمية وهيقوم على أسس علمية بحيث تتعمل قياسات بدنية لأطفالنا من بدري قوي، يعني من 6 سنين لغاية 10 سنين، وبكده نقدر نوجه الطفل اللي هو يأمل انه يكون بطل رياضي، نوجه الطفل في سن صغير بطريقة صحيحة للعبة اللي تناسب قدراته، وده شيء مهم جدا يا جماعة. وانا كنت لسه بحكي برضو من شوية ان احنا في السبعينات 71 72 كان في برضو بعض القياسات الرياضية في مصر، كان ثانوية اللي جاي ان شاء الله. عايزين نخلق قاعدة كبيرة جدا من النشء الرياضي في مصر، وتكون قاعدة متأسسة صح. احنا مش بنتكلم عن النادي الاهلي بس دلوقتي، كمان انا عايز نعمم باذن الله، ده دور النادي الاهلي مع بلده ان شاء الله يعني. طبعا تفاصيل المشروع كتيره جدا وهتكلم فيها الدكتور محمد زغلول رئيس مجلس اداره شركه امستردام كلينيك، لكن نقدر نقول ان المشروع مشروع مهم جدا، مشروع اكتشاف المواهب وتحسين الاداء. كان فعلا في بعض القياسات توجه اللعيب ده ينفع العاب قوه، ده ينفع باسكت، ده ينفع طايره، وطبعا سيد السفير اكيد باسكت او طايره يعني اكيد يعني. عشان كده احنا عايزين نشوف قدره الطفل ايه من بدري جدا ويتوجه فين ويتوجه صح باذن الله، واللعبه اللي ممكن يتقل يعني ينجز فيها ويتالق فيها ويكبر فيها ويحقق طموحاته فيها. طبعا ده كله بعد القياسات البدنيه المباشره. بيتعمل بعد كده
يعني للولاد برنامج تأهيلي من خلال خبراء من هولندا، هم اللي هيكونوا قائمين على المشروع ده بكل خبراتهم العالمية اللي موجودة. أكيد زايد والتجمع بإذن الله اللي احنا آملين إن شاء الله في خلال الأيام يعني نفتتح بإذن الله التجمع. كان في حاجة كانت ناقصة معلش بره الموضوع، لكن بمناسبة يعني الحمد لله يمكن الفرش وصل بتاع المبنى الاجتماعي لأنه كان مستورد، وإن شاء الله قريب جدا هنعلن عن افتتاح التجمع بإذن الله. مرة تانية برحب بالسيد هان موريتس وبنشكره على حضوره يعني ومشرفنا الحقيقة، وبنأكد على سعادتنا بالتعاون مع السفارة الهولندية وشركة أمستر. السفارة الهولندية في مصر هيكون ليها دور معانا في المشروع، وطبعا الكابتن رؤوف عبد القادر هو مدير المشروع واللي بينسق كل هذه الأمور مع كل الأطراف. نعم، وفولي بور برضو ما هو نفس الطول يعني. وكمان يعني ونشاط المشروع هيكون موجود في كل فروع النادي الأربعة، مش هيقتصر بس على أي فرع، لا هيكون جزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، إنه يكون مشروع مفيد لبلدنا لولادنا للنادي الأهلي وكل الأندية الرياضية اللي كلنا لنا هدف واحد. كل الأندية الرياضية هدفها واحد بس، هو اسم البلد. إزاي إن إحنا بنعد ونشتغل ونعد ولادنا وأبطالنا وأطفالنا علشان نخدم بلدنا في الأول. عشان كده النادي الأهلي حريص جدا إنه يضيف ليه خبرات أجنبية كبيرة ممثلة في هولندا، إزاي عشان نوصل لمرحلة أفضل مما اللي احنا فيها إن شاء الله. وده أمل، وبإذن الله يكون هناك تأثير وهناك يعني بصمة للرياضة المصرية بإذن الله الفترة القادمة إن شاء الله. بشكركم جدا وبرحب بجميع السادة الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الكلمة السريعة والمقتضبة، لكنها يعني من القلب، وكما نقول دائما انه اصدق الكلام هو ما خرج من القلب الى القلب. شكرا ليس فقط على الكلمه وهذا الحدث اللي حرص على حضوره مع الساده اعضاء مجلس الاداره، لكن على كل ما يقدمه لنادي الاهلي كمؤسسه وطنيه عملاقه تقوم بدور كبير في هذا المجتمع. اداره النادي الاهلي بهذا المستوى وبهذا النشاط الرياضي وبكل الخدمات التي تقدم لاعضائه البالغ عددهم بعشرات الالاف